وأجمل ساعة، أجمل ساعة لو حرصت عليها ووفقك الله لها والله لا تجد في حياتك العجب العجاب، هي أن تقوم قبل الفجر ربع ساعة، نصف ساعة، في وقت ينام فيه الناس، فتقوم وتقول يا مولاي غارت النجوم ونامت العيون ونزلت يا حي يا قيوم ففزعت إليك حاجتي كذا وكذا وكذا، تناجيه. قيام الليل شرف المؤمن، لماذا؟ لأن العبادة التي لا رياء فيها، لا أحد يراك إلا الله عز وجل. إذا قمت في الفجر ثم قلت لا إله إلا الله وأنت على فراشك وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لك وعد من محمد صلى الله عليه وسلم أنك لو صليت يستجاب لك وتقبل صلاتك كما في الحديث الصحيح، وتحل عقد الشيطان الثلاث، ثم تصلي حتى يؤذن الفجر، فتخرج من بيتك إلى المسجد في الظلام، فتنال بالبشرى العظيمة التي يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فتأتي إلى بيته فتصلي مدة صلاة الفجر نصف ساعة، الصلاة وآيات من كتاب الله، ثم تقرأ وردك وذكرك، هذه ساعة والله لو اعتدت عليها لتجد راحة وانشراحا في الصدر وفرجا في حياتك وتهوينا لشأن الدنيا مهما كانت سوداء في عينك، فاحرص عليها بارك الله فيك. الصلاة يا إخوة هي الصلة، فأنت هناك ترمي همومك، الوحيد الذي كلما سجدت له زدت عزا هو الله سبحانه وتعالى، فعندما تأتي بين يديه فتسجد وتعفر وجهك بين يديه، أكرم ما فيك وجهك فتعفره لله، تزداد بذلك عزا ورفعة، ويكون سيماهم في وجوه